اسمي ليلى. كنت متجوزة من كريم من 2020. كنت فخورة بإني تعرفت على مهندس ناجح وشكله مرتب وعايش معايا بشقة هادية، لكن خلف هالبسمة دي كان في قناع تاني. في يوم رجعت بدري من الشغل وحسيت إنه في حاجة غلط. فتشت الشقة، لقيت باب خشبي موجود ورا الخزانة ما عنده علاقة بتصميم الشقة. دخلت، لقيت في ضوء خافت وصوت خرير مياه. بفتش، بصيت وراحت الدنيا، لقيت غرفة عزل للصوت، جواها أدوات ومعدات وفي فيديوهات وملفات. فاللحظة دي اتدخلت التسجيل الأول. كان صوت ضحكة مرعبة وصوت بنت بتصرخ. سكرته وهربت منه. لما واجهته قال لي ده مشروع اشتغل عليه لوحدي. وفي هاللحظة دي اتأكدت اللي جنبي كان سفاح. لقيت نفسي بتحقيقات وأنا اللي كشفت القاتل. بس بعد اللي حصل أنا مش لسه فاكرة كل حاجة، بس فاكرة الألم لما اكتشفت إنه اللي كنت حباه أنا ليلى، وعشت بالبيت مع السفاح وما كنت أعرف.